هايد بارك الفرق كبير. انا شامم ريحه الاكل من على السلم. يا صباح العسل. الله على الزبادي يا جماعة، بأمانة أول مرة في حياتي أعمله، وبأمانة ربنا طلعت نتيجة هايلة جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم امين. النهارده بقى روتين تاني يوم رمضان. زي ما انتم شايفين المطبخ ما شاء الله من امبارح طبعا، لان كان عندي ضيوف. هنبتدي كده علشان ما اطولش عليكم. نسمي بالله، نتوكل على الله ونلبس المريالة. عندنا اكل بايت طبعا زي كل المصريين، حتى الحلويات بايته. هنعمل بس شويه عصير وشويه زبادي، ان شاء الله اختم الزبادي معاكم ان شاء الله لما يكمل، وانزل لكم الفيديو على بعض عشان لو حابين تعملوا زبادي. يلا بينا نتوكل على الله. بسم الله. يعني أنا كمان ربنا رحمني إن أنا كان عندي أكل بايت، والله العظيم بأمانة. انتوا يعني مش متخيلين كم المواعين اللي كان موجود. وده يعني بداية كده من أول الشهر، أول يوم رمضان، بداية غير مبشرة خالص. يعني مش قادرة أقول لكم بصراحة. أنا كنت واقفة يعني وأنا بلم في المواعين كده بقول انتوا صغيرين، هما كتير بس هقدر عليهم، هيخلصوا بسرعة. ما تشيلش هم، سيبها على الله. ده انت ما فيش عندك أكل، الحمد لله. ما فيش عندك، ده انت عندك أكل بايت، انت مش هتطبخي، مش عارف ايه. انتوا فاهمين اللي هو قاعدة اصبر نفسي كده يعني. وبعد ما صبرت نفسي وغسلت المواعين زي ما انتوا شايفين كده، ولسه في مواعين تانية كمان، فزي ما انتوا شايفين كده بوزي اتمد لوحده كده. قعدت اكلم نفسي بعد ما غسلتهم، هو انا يا ربي بجد يعني، هو انا كان عندي عزومة؟ ده انا لو عندي عزومة كبيرة ما كانش هيحصل عندي كده. طيب يا ربي، طب هو لو انا يعني عاملة اطعام ما بقاش عندي مواعين كده؟ والله بأمانة قعدت اكلم نفسي، وايه اللي حصل وفين يودي على فين وانا كنت فين وهو دي مواعين؟ يعني فاهمين اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. كنت لسه تكة يعني وامشي الاقه بالطوب يعني. الحمد لله والشكر لله. يعني برطمانات التوابل اللي كانت مش نظيفة في الضلفة طلعتها، البلاستيكات، الطباق، الكوبايات، المعالق، السكاكين، مش عارفة اقول لكم ايه، الازايز، ما فيش حلل، صواني، ما فيش حاجة نظيفة يا جماعة. كل ده عشان ايه؟ انا مش عارفة والله العظيم. والله العظيم ما انا عارفة بأمانة ربنا كده يعني. حاجة يعني غريبة. المهم خلصتهم وشطفتهم، وكنت قلت ايه اغسل تحت الطبقة كمان بالمرة والجدران اللي حواليها. وبعد كده عملت شوية ليمون بشوية خل وشوية مية مغلية كده عشان اغسل البوتاجاز. ما لقيتش باور. اللي بصوا عايزة اقول لكم، اول يوم رمضان حصل فيها موقفين يعني الاتنين اسخن من بعض والله العظيم. اول موقف، الانبوبة بتاعتي كانت شحة اللي هي ما تقومش بيكي، هي فيها غاز، بس زي ما تقولي هي الغاز متجمد، هي هتخلص بس فيها غاز يمشيني. ما انا بسجل لكم الفيديو ده تالت يوم ولسه مشياني. بس الاكل اللي انا كنت بعمله كان عايز فرن حامي جامد، عايز نار عالية في بتاعة البوتاجاز. انتوا فاهمين قصدي؟ عشان اسرع يعني، وعشان الاكل يستوي بسرعة واخلص بسرعة. وتاني حاجة ما شاء الله يعني اللهم بارك، ان كان عندي كيلو ونص ممبار، المفروض كنت هقسمه على مرتين واحشيه مرة ومرة وقلت هعمل كده. الله يصلح حاله بقى، ربنا يبارك فيه يا رب. قال لي اعمليه على مرة واحدة وسويه وحطه نصه في الفريزر ونصه نعمله في اليوم ده، اعمله في اليوم ده. اللي هو قلت والله فكرة، تصدقوا؟ فانا في دماغي ان الممبار اللي عندي ممبار جاموسي، لا مؤاخذة في اللفظ يعني، اللي هو الواسع، اللي هو السهل، اللي هو انت بتفتحيه في ثواني ده، لانه هو جاي متنضف وجاي متقطع. طلع ما طلعش ممبار جاموسي، والممبارية كانت رفيعة جدا ورقيقة جدا وعملت زي السحلول. وكل ما افتح ممبراية او على ما افتح الممبراية فيها ساعتين، والله يبقى مش لاقيه مخرج، مش لاقيه لها مخرج. قاعده اقول لها الفتحه بتاعتك منين، متودع على فين، حرام عليكي. العيال قعدوا يقولوا معلش يا ماما، استحملي يا ماما، معلش والله ما كنا نعرف ان هو. قعدت احشي يجي ساعه، والله ساعه ايه، ساعه ساعتين كمان، انا مش عارفه التوقيت والله. المهم طلعت الاكل البيت اهون بسخنه عشان خلاص المغرب اذن.
أزف يعني. وعملنا برضو تمر باللبن، شلنا النقع من التمر كده وحطيناه في الحليب، وبعد كده هنضربه في الخلاط دلوقتي بشوية فانيليا ومن غير سكر. لو انت عايزة تحطي عسل بقى ابيض او سكر، يعني اظن مفيش افيد ولا يعني غذاء اكتر من كده بامانة. يعني التمر باللبن دي حاجة ما توصفش. المهم الحمد لله اليوم تاني يوم ده خلص الحمد لله، والمواعين خلصت وخلاص حطينا الاكل. بصور لكم بقى كنا منضفين، طبعا مش انا اللي منضفه الاوضه دي عشان ما اضحكش عليكم، بنوتي هي اللي نضفتها وشغلت الاضواء بتاعت شهر رمضان كده، ورامز اشتغل، والعصير اهو ما شاء الله شايفين في رغاوي ازاي تحفه زي بتاع الكافيهات بالظبط، جميل جدا جدا فوق ما انتم متخيلين. وده التمر حطاه في علبته كده على الرخامه، اللي عايز ياكل بيمد ايده ياكل، واللي مش عاوز خلاص. ف بألف هنا وشفا. وطبعا كلنا ورحنا صلينا والحمد لله، وجالنا ضيوف برضو، ربنا يديم البيت مفتوح يا رب اللهم امين. قعدوا معانا لحد الساعة 10 كده ولا شوية. دخلت انا عملت ايه، زبادي، غليت لبن وسبته يبرد تماما، كيلو حليب، وبعد كده جبت معلقة سكر مع كوباية حليب اللي انا غلياها اللي هي الباردة، دوبت السكر فيها، وبعد كده جبت الزبدية بيضة طبيعية من المحل، ضفتها على كوباية الحليب ومعلقة السكر ودوبتها كويس جدا، وغليت المية دي بجهزها. وشايفين المطبخ شكله حلو ازاي، راحة يعني بعد العذاب اللي انا شفته، راحة الحمد لله. المهم ضفت المقادير اللي كانت في البولة عليها، بديها تقليبة كده بس اتأكد ان هم اختلطوا ببعض، وبعد كده اجيب المية المغلية واجيب اي صينية موجودة عندك هتضيفي فيها الحليب الرايب بالسكر في قلب الكوبايات، ولا ضفنا لبن بودر ولا ضفنا ملفحة ولا ضفنا اي حاجة اي حاجة. بصوا لبن طبيعي دسم جدا، يعني عايزه اقول لكم ده لبن فلاحي. طبعا الزبادي ما ينفعش تتعمل باللبن المبستر، لازم لبن فلاحي. وعايزه اقول لكم يعني كم تتخيلوا ان اللبن ده فيه قشطه، يعني ولادكم اللي بيكرهوا القشطه دول وما بيحبوهاش لو حطيتوها في الزبادي كده تبقى جميله. طبعا كان نفسي ومنى عيني اعمل لكم زبادي بالفراوله، زبادي بالمانجا، زبادي باي فاكهه، لكن للاسف الشديد ما لقيتش غير معلقه فراوله واحده في البرطمان، فانا حطيتها برضو، قلت والله لا حطاها، لان انا كان نفسي اعمله نص ابيض ونص بفراولة او نص بفاكهة تانية ايا كان. فالمهم لقيت الفراولة خلصت، قلت ما فيش مشكلة. خلاص كده عملنا 6 كوبايات، الكوباية تعتبر علبتين زبادي من بره. اتكلفوا قد ايه، اتكلفوا دولا بالظبط 30 جنيه. كيلو حليب ب25، زبدية ب5 جنيه، ادى 30 جنيه. انتي دلوقتي 6 كوبايات ب12 علبة زبادي من بتوع بره. وغير كمان الزبادي بتاع بره بيبقى فيه مواد حافظة والله اعلى واعلم حاطين عليه ايه، لكن انتي دلوقتي دسم، زبادي دسم للولاد يغذيهم، وفي نفس الوقت مفيش فيه مواد حافظة، وفي نفس الوقت عطيكي ضعف الكمية، وده اهم. لو انت ما عندكيش كيس الاسترتش ده، انا حطيت طبعا ميه مغليه، مليت الصينيه لحد ربع الكوبايات كده، ولو حابه تحطي معلقه خل ولا حاجه في الميه علشان الصينيه ما تزرقش منك ولا حاجه حطي، لكن انا كده كده بتاعت الصينيه متبهدله اساسا يعني، مش هعطي لها اهتمام. المهم اخدها بقى لفتها في الاسترتش. لو ما عندكيش استرتش تلفيها بالدفايه دي عادي خالص من غير استرتش، بس تحطيها في مكان دافي، وفي نفس الوقت تحط عليها كذا حاجه، اللي هو يعني ايه، شفت اللي بتدفنيها كده والله بجد. انا حطيت عليها دفايتين وحطيتها في بانيو كده، المهم يعني ايه، يعني مش قادره اقول لكم انا عملت فيها ايه. سبتها لمده 5 ساعات بالظبط او 6 ساعات وطلعتها. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. او لو هتعمليها على بيات سيبيها للصبح وطلعيها حطها في التلاجة. ده كده انا لسه ما حطيتهاش في التلاجة، ده كده تخمير عادي. وشايفين ما شاء الله الزبداية متماسكة، وكمان ما بتتقلبش، يعني ماسكة كمان في الكوباية ومن غير لبن بودر ومن غير اي مادة. شايفين ما شاء الله اهي، بألف هنا وشفا للي ياكل يا رب. جربوه ان شاء الله يا جماعة، والله موفر جدا جدا. الكوباية بعلبتين زبادي من بره، ده غير كده ان هو مغذي جدا 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 فوق ما انتم متخيلين، بكفاية ان هو لبن حليب بخيره.
ودسم جدا للولاد يغذيهم. يحطوا بقى عليه سكر، عسل، يحطوا عليه مكسرات، يحطوا عليه اي حاجة فاكهة، ياكلوه باي شكل من الاشكال. المهم ان انتي تعمله لهم في البيت، يكون صحي وافيد بكتير ومغذي بكتير عن اللي بره. زي ما انتوا شايفين انا بجرب لكم كله كوباية علشان تتأكدوا ان الزبادي كله ما شاء الله تبارك الله زي بعض، حتى اللي كان فيها فراولة. يعني انا قلت ممكن الفراولة تفصل ولا حاجة او كده، لا ما فصلتش والله. ويا ريت كان عندي فراولة كمان، كنت عملت نص فراولة ونص ابيض. طبعا انا عملت 6 كوبايات، دول 5. الكوباية الستة كل سنة وانتوا طيبين، بألف هنا والشفا للي ياكل. تمام. وهنا كمان انا بجرب لكم بعد ما طلع من التلاجة معلقة الزبادي، ما شاء الله تبارك الرحمن، متماسكة وجميلة جدا جدا. عايزه اقول لكم كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، بس اتمنى منكم تنسوش لايك للفيديو. لو عجبكم اللايك مهم جدا جدا يا جماعه، والله بجد. يعني اللي اتحطت اللايك دي للفيديو بتوقفه اليوتيوب، مش بيقترحوا تاني. فاتمنى تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم.